رمضان شهر الخير والبركه، لكن برضه بقى شهر المسلسلات والدراما، وكل سنه الاقي نفس السؤال بيتكرر، هتتفرج على ايه السنه دي؟ بس السؤال الاهم، هي المسلسلات دي بتضيف لينا ولا بتضيع وقتنا؟ وازاي المسلسلات دي بقت تجاره مربحه اكتر من اي وقت فات؟ صلي على النبي، يلا بينا. مسلسلات في رمضان بقت زي الفانوس، طقس اساسي بقى جزء من عاداتك. بعد يوم طويل من الصيام بتقعد قدام التلفزيون عشان تخش في عالم تاني وترتاح من شغلك. المسلسلات بتلم العيله وبتخلينا نعيش قصص جديده اول مره نشوفها، بتاخدنا بعيد عن ضغط الحياه. كمان المنافسه بين المسلسلات بتخلي الكل متحمس انه يتفرج، لكن هل كل المسلسلات دي تستحق المتابعه؟ زمان كان في 3 أو 4 مسلسلات بس هم الاساسيين في رمضان، دلوقتي بقى عندنا فوق ال 30 مسلسل في رمضان. طب ليه العدد ده زاد بالطريقه دي؟ الجواب بسيط، الفلوس. المسلسلات في رمضان ليها وصفه سريه للنجاح، التوقيت الذهبي، عشان الناس بتكون في البيوت اكتر ومفيش وقت كبير للخروجات. طبعا الناس بتوع الخيام الرمضانيه ما لهمش دعوه بالكلام اللي احنا بنقوله ده. طبعا من اسباب نجاحها ان دايما بيبقى فيه اعلانات ضخمه باستثمار ملايين للدعايه، وده طبعا بيخلي المسلسلات موجوده. اعلانات ضخمه للقنوات والشركات، دايما اي مسلسل بيبقى فيه نجم الشباك زي احمد العوضي، محمد رمضان ونجوم تانية كتير، وده اللي بيخلي المسلسل يحقق نجاح مضمون. المواضيع مثيره زي الخيانه والصراعات والاكشن، كل دي حاجات بتجذب المشاهدين. بالغ خرافيه للاعلانات في الفاصل الواحد في المسلسلات دي بيوصل فيه سعره لملايين. الدراما في رمضان مش بس فن، هي في الاكتر بتبقى بيزنس، عشان كده بنشوف المسلسل دايما بيتعرض وفيه اكتر من 20 اعلان او 20 فاصل موجودين في الحلقه. رامز يشهد على الكلام ده انت تلاقي بقى في عبده بتصوت هنا و5 ثواني ترجع تعمل اعلان، تصوت تاني وكده يطلعوا نفس الاعلان تاني. والمعلن طبعا بيستهدف الوقت المثالي للصايم عشان يعرف يعرض له اعلانه امتى، وده اللي بيخليه مش قادر يتحرك وعينيه على الشاشه. فكك من اعلان مدينتي، دي اعلانات مش بتاعتنا. دلوقتي الاعلانات بقت عنصر اساسي في المسلسلات، والنتيجه الاعلانات دايما بتقطع المشاهد الحماسيه او المشاهد المهمه في المسلسل، واحيانا بيحصل اعلانات جوه المسلسل نفسه. مسلسلات زمان كانت دايما حاجه تانية، كانت دايما بتحترم عقل المشاهد، ودايما كانت بتبقى مسلسلات قويه زي العيله الحلميه وزيزينيا ومسلسلات تانية كتير. السيناريوهات محبوكه والحوار نضيف. اما دلوقتي فبنلاقي عنف مبالغ فيه، وفي رمضان الفاظ خارجه وحوارات بتروج لسلوكيات سلبيه. للاسف بقى في فرق واضح بين دراما زمان ودراما دلوقتي. زمان كانت المسلسلات بتتكلم عن قضايا المجتمع بعمق واضح، كانت بتنقل صوره حقيقيه للناس، وكان فيها رسائل كتير اخلاقيه وتربويه. اما دلوقتي بنشوف مشاهد ضرب وبلطجه وخيانه، واحيانا بلا هدف، والسبب الاثاره وجذب المشاهدات. يا ترى طيب ليه بقينا نشوف الفاظ ومشاهد ما ينفعش تتقال في رمضان ولا في اي وقت؟ ليه العنف بقى عنصر اساسي في المسلسلات؟ كتير من الاعمال بقت مجرد سباق في رمضان على مين يقدم مشاهد صادمه او مشاهد ساخنه اكتر، وكأن الهدف من المسلسل انه يبقى ترند، مش انه يقدم محتوى مفيد. وده كله عشان الناس تتكلم عن المشاهد اللي في السوشيال ميديا. ده كفايه ان في المسلسل بتاع مصطفى شعبان السنه اللي قبل اللي فاتت كانوا طالعين كلهم يقولوا امثال بس، وامثال متاخده من شاب بيعمل فيديوهات على السوشيال ميديا. برضه فيلم برضه كبير قوي. لا بس الكبير بيتناقش في موضوع، يعني بيتكلم مجتمعيا. لكن المسلسل بتاع مصطفى شعبان كانوا طالعين يقولوا الامثال اللي هو طالع في الفيديوهات بس. الامثال بتاع المطريه اللي كان طالع فيه المطريه ما فيهاش الكلام العبط اللي هم بيقولوا عايز بتشلم، ما فيهاش العبط اللي هم بيعملوه ده. انا نصحتك وانت براحتك. وغير كده برامج المقالب اللي بقت شبه اساسيه على الفطار. زمان كانت برامج المقالب بتاعه الاستاذ نصر كانت دايما بتبقى نظيفه وكانت خفيفه ما فيهاش لغط كتير، لكن رامز اخر فتره بقى عدواني. ده غير ان احنا بقينا متاكدين انها فيك في حلقات كتير. لازم تعرف يا صديقي ان اي حاجه بتتفرج عليها ليها تاثير عليك، من كتر ما البرنامج بقى عنيف مش عارف يرضي المشاهدين ويعمل لهم برنامج زي ما الناس عايزه، وبقى عايز يرضيهم باي شكل حتى لو الفكره نفسها مجنونه. وخلي بالك ان معظم اللي بيتفرجوا عليه اطفال، بدليل لما عمل شعره ازرق كل الاطفال في الشوارع عملت شعرهم ازرق زيه. ده غير انه بيهين الضيوف بطريقه اوفر. انت عارف ان اضرار المقالب دايما بتبقى اضرارها وخيمه. في سنة 2023 توفى الطفل محمد اسطنبولي بسبب انه كان في قلعة في جنوب لبنان وفي شباب بيصوروا محتوى وكانوا لابسين اسود، وفجأة طلعوا يجروا على محمد كلهم مرة واحدة، اللي ادى ان جات له صدمة في ساعتها وقلبه وقف، وده اللي ادى لوفاته في ساعتها. انت متخيل الاضرار وايه اللي يخلي الشباب يعملوا حاجة زي كده؟ طبعا عشان عايزين يتشهروا ويتعرفوا والمشاهدات تزيد والاعلانات تحقق مكاسب اكتر على قناتهم. الحل مش في المقاطعة، انا ما بقولكش قاطع، لكن الحل انك تكون واعي. لازم ندعم الاعمال المحترمة زي محتوى كده عايز، الله يخليهم لك، ونرفض اي حاجه تسيء الاخلاق. الجمهور ليه دور كبير في تحديد شكل الدراما اللي بتتعرض كل سنه. المسلسلات جزء من الترفيه، بس مش لازم تسرق كل وقتنا، ولازم نعرف نختار ايه اللي ينفعنا وايه اللي بيضيع وقتنا. رمضان شهر للعباده، شهر انك تتقرب من ربنا، مش شهر انك تضيع الوقت قدام مسلسلات. صحيح الدراما جزء من حياتنا، لكن لازم أن تكون متوازن، تخليش المسلسلات تسرق منك الشهر الكريم. استغل كل لحظه في الطاعه والذكر والعباده، ما بقولكش ما تتفرجش، اوقات فراغك اتفرج، بس لازم أن توازن. الاعلانات والشركات بيهمها بس المكسب، لكن انت اللي تقدر تتحكم في وقتك. فكر وخطط ووازن بين الترفيه والعباده، لان رمضان فرصه من ربنا مش هتتعوض، وفي النهايه القرار في ايدك. هتقضي رمضان في متابعه المسلسلات ولا تستغل الشهر في حاجه تنفعك في الدنيا والاخره؟ وبس انا كده خلصت. اتمنى تكون الحلقه عجبتكم. ما تنساش تعمل لايك وشير، تشترك في القناه وتفعل زر الجرس اللي يوصلك كل جديد، وتعمل لي فولو على الانستجرام هتلاقيه تحت في اول كومنت. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.